عبادة منهم تاخد معاك دقيقة بكتيره، يعني 60 ثانية. اللي يعمل عبادة من السبع عبادات دول اللي انا هقولهم لحضرتك في دقيقة واحدة بس كان من اهل الجنة برحمة الله عز وجل. وعاوز اقول لك ان الوصول للجنة مش صعب، احنا اللي بنصعبه على نفسنا. وعاوز اقول لك ان اليوم اللي هيعدي من حياتك مش هيرجع لك تاني وهينقص من عمرك. سيدنا الحسن البصري يقول: يا ابن آدم إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك. يعني بيقول لك اليوم اللي هيعدي من عمرك ومن حياتك خلي بالك ان عمرك كده بيقل. فعاوز يقول لك انك انت تستغل كل لحظة وكل دقيقة في طاعة ربنا عز وجل علشان ربنا يجعلك من اهل الجنة. نسأل الله ان نكون من اهلها. يبقى النهاردة هقول لك على 7 عبادات، كل عبادة من ال7 بكتير قوي هتاخد معاك دقيقة. اي عبادة من ال7 عبادات دول في دقيقة واحدة تكون من اهل الجنة بعد رحمة الله عز وجل. رقم 1 بعد ما توحد الواحد، سورة قل هو الله احد. لما تقرأها 10 مرات هياخدوا منك اقل من دقيقة. في كل 10 مرات ربنا عز وجل يبني لك بيتا في الجنة. نسأل الله أن نكون من أهلها. قولوا آمين. ولما تسمع كلمة الجنة يبقى خلي بالك بها ما لا عين رأت ولا ما أذن سمعت ولا ما خطر على قلب أو عقل بشر. بل وإن سألوك عن وصف الجنة فقل إن فيها رسول الله محمد. وإن سألوك عن نعيم الجنة فقل يكفي منها لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن نكون منهم. قولوا آمين. فأقل من دقيقة بقى ربنا عز وجل يبني لك بيت في الجنة. بإيه يا رسول الله؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الإخلاص بين قوسين من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات أقل من دقيقة والله العظيم. تعال كده شوف كده: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللي هيطول فينا قوي في ال10 مرات هياخد دقيقة. تخيل بقى ايه اللي يحصل لك بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بنى الله له بيتا في الجنة في دقيقة واحدة. تخيل بقى لما اقعد دقيقتين يبقى دي بيتين في الجنة، 3 دقايق 3 بيوت في الجنة. يا عم الشيخ يعني انا مش هقول السؤال، يعني دي هرفع لك التليفون ده واقول لك بالله عليك ده انت قعدت عليه قد ايه النهارده؟ مسكت التليفون قد ايه النهارده؟ طب انت يعني مسكت المصحف قد ايه النهارده؟ ما تزعلش مني انا بكلمك كلام واقعي. انا والله يا عم الشيخ انا قعدت في الشغل النهارده 8 ساعات. انت عارف ال8 ساعات دول خدت منهم 4 ساعات على التليفون والله العظيم. وبعد ما رجع قبل ما يخش يفكر كده يعني يغير هدومه ولا يتشطف ولا ياكل لقمه قعد قبلها ساعه كده ولا نص ساعه. ده اللي بيحصل صح؟ طب انت بالله عليك مستخسر دقيقة في نفسك انت ربنا يجعلك بدقيقة ده من اهل الجنة. نسأل الله ان نكون من اهلها اجمعين. قولوا امين. يبقى زي ما انا قلت لك بقى الوصول للجنة اسهل مما تتخيل، بس للأسف احنا اللي بنصعب على نفسنا الا من رحم ربي تبارك وتعالى وجل في علاه. يبقى اول عبادة في اقل من دقيقة تخليك من اهل الجنة بعد رحمة الله يا جماعة قل هو الله احد كم مرة؟ 10 مرات. رقم 2 بعد ما تصلي على سيدنا النبي محمد